قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة زهرة الندى. بصت أفنان لسيف بدموع مالية عينيها وقالت بخنقة: والله دي حاجة تخصني يا سيف، ولو قال لك كون بخون أبوك ولا حاجة فأحب أقولك إن مفيش ما بيني أنا والشاب ده حاجة. وبعدين كملت بقصد إشعال نيران غيرته. بس يا عالم بقى، بعد الانفصال هفضل أنا وهو زملاء أو حبيبين يا ابن جوزي الحالي؟ فجأة مسكها سيف من كتفها جامد وقربها منه بنظرات مليانة بالشر والغيرة العامية، وأفنان هتموت من خوفها من نظراته ليها، وقالت بخوف ووجع: سيبني يا سيف. سيف انت بتوجعني كده، سيف سيب ايدي انت بتوجعني، سيف. سيف سابها فجأة وما زالت عينيه بتدق بالشرار، وأفنان بصله برعب. فجأة قلب سك فحيح الأفعى: اركب العربية عشان أوصلك للفيلا. خافت أفنان بتقوله لأ من منظره المرعب اللي دب الرعب في قلبها، فركب سيف العربية وركبت أفنان، وفجأة ساق سيف بسرعة جنونية نحو الفيلا، وأفنان ماسكة في الشباك والكرسي بخوف وبتتمنى من ربنا إن الطريق ده ينتهي بدون ما العربية تنقلب بيهم. وبعد وقت وقفت عربية سيف قدام فيلا الألفي وقال سيف: انزلي. نزلت أفنان بسرعة من العربية، وفجأة انطلق سيف بالعربية بسرعة جنونية وعينيه بتدق شرار ونيران وغضب وغيرة الضابط سيف الألفي. شرب سيف الكاس اللي في ايده، كانت حالته مش طبيعية على عكس العادة لدرجة ان نادل قلق عليه، فاخد سيف زجاجة خمر وطلع لأوضته وسند على فتاة ليل وقال بسكر: تعالي سنديني اطلع اوضتي وما تخافيش يا حلوة هديك اللي تطلبيه، انا تحت امرك يا عسل انت. وطلع سيف مع فتاة الليل، واللي انه ما كانش سيف في وعيه، نسي اغراضه كلها. سيف بيه نسيت حاجتك. فضل الجرسون يقلب في الهاتف وفي الارقام ولا رقم متسجل باسم نبض قلبي، اكيد دي خطيبته، لما اتصل بيها تيجي احسن لسيف بيه. وطلب الجرسون الرقم ده، وما كانش عارف ان الرقم ده مش رقم خطيبته، ده رقم أفنان اللي كانت في الوقت ده خارجه من الحمام وكانت هتنام بتوتر. فجأة رن تليفونها برقم سيف، فترددت شويه عشان ترد، لكن بعد تفكير ردت بضيق: نعم، عاوز ايه يا سيف؟ السلام عليكم، حضرتك بتكون خطيبة سيف بيه يا فندم؟ أفنان بتعجب من الصوت: خطيبته؟ ليه بتسأل؟ وبعدين انت مين وتليفون سيف بيعمل معاك ايه بالظبط؟ انا الجرسون شغال في مالها ليلي في شارع الهرم، اتصلت بحضرتك عشان اقولك سيف بيه مؤفر هنا وحالته مش طبيعيه يا فندم، ودلوقتي هو في اوضته وممكن بسبب اللي شربه يحصل اي حاجه، فممكن تجيله يا فندم تهديه وتفوقيه لان حالته مش مطمنه، ممكن يعمل في نفسه حاجه وهو في الحاله دي. أفنان بصدمه وخوف: طيب انا جايه اهو مش هتاخر. وقفت أفنان مع الجرسون بخوف على سيف وما فكرتش في اي حاجه غير في حبيبها وبس. اللي وصلك لكده بس يا سيف، يا رب يكون بخير يا رب وما يحاولش يأذي نفسه وهو في الحالة دي. ونزلت أفنان بسرعة ووقفت سيارة أجرة ودالت السائق على العنوان، وما فكرتش أفنان تطلب أي عربية من عربيات عاصم الألفي، وكان تفكيرها كله مشغول بسيف وبس. نرجع للفيلا. كان عمر بيحاول يوصل للبنت اللي بيتكلم معاها، لكن من امبارح وهي مش بترد، فقال بحيرة: اختفت راحت فين دي؟ ليه مش بترد عليا من امبارح؟ وليه أنا مشغول أوي بيها كده بس؟ أوف. قام عمر بضيق وأخد مفاتيح عربيته وقرر يتمشى شوية بالعربية. فجأة وقف مكانه بوجع شديد في راسه، فقلبه وجع: يا رب يا رب ساعدني، يا رب خفف الوجع ده عني يا رب، أنا تعبان قوي. فراح عمر وخد مجموعة مسكنات كتيرة عشان يخف الألم. فرجع تاني يفكر عمر في البنت المجهولة دي بحيرة وقلب تعب: لا أنا فكرت أكتر ممكن يجرى لي حاجة، أنا لازم أنزل ألف بالعربية شوية يمكن أعصابي ترتاح. ونزل عمر من الفيلا وركب عربيته وجي يتحرك. فجأة لا راجل الأمن بيعرف عمر إنه شاف أفنان خرجت من شوية. عمر بيه عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة. عمر بتجاهل: مش وقته بعدين، أنا مش فايلة أي كلام دلوقتي. وخرج عمر بالعربية وفضل يلف في الشوارع بسرعة لحد ما فجأة وقف العربية على آخر دقيقة، لما اتفاجئ ببنت بتعدي الطريق فجأة وهي لابسة فستان فرح. فجأة صرخت البنت بخوف عند أفنان في الفندق. كانت أفنان رايحة لأوضة سيف بقبضة في قلبها، بتتفاجئ ببنت خارجة من أوضة سيف وهي عمالة تبرطم بغيظ، فقالت بتعجب: لو سمحت، هي فين أوضة سيف الألفي؟ سيف الألفي؟ أهو هناك أهو يا أخة، اللي بابا مفتوح دي، بس من رأيي روحي شوفي لك زبون تاني يا ماما، عشان الزبون ده شكله مجروح عاطفيا وهيطلع عينك وأنا حذرتك. وسابتها البنت ومشيت. قالت أفنان بغيظ: إيه الأشكال ديت؟ مستعدين يبيعوا روحهم عشان الفلوس، استغفر الله العظيم. وراحت أفنان للأوضة اللي شاورت عليها البنت، فدخل بقبضة في قلبها وبتفتح عينيها بذهول لما لقت الأوضة متكسرة وسيف قاعد يشرب على الأرض. وقالت أفنان بصدمة وتوتر: سيف. بص سيف لأفنان وقلب سخرية وسكر: ايه ده؟ أهلا وسهلا بمرات أبويا الجميلة. ايه يا مرات أبويا؟
يا ترى بتعملي ايه هنا؟ ولا انت كمان سبتيه زي الفيلا وهربت من ابويا زي ما هربت من اهلك زمان؟ افنان بضيق: اللي انت عامله في حالك ده يا سيف، واللي الاوضه متبهدله كده. قام سيف وهو بيقرب من افنان وعمال يتمطوح ومش في وعيه: معقوله انت اللي بتسالي انا ليه بعمل كده؟ معقوله مستغربه تصرفاتي وتصرفاتنا كلنا؟ انت السبب في الحاله اللي وصلنا لها دي. انا واخواتي بسببك انت يا افنان. انت السبب في الحاله اللي انا فيها دي دلوقتي بسببك انت يا مرات ابويا العزيز. افنان بدموع: وانا اذيتكم في ايه ها؟ انتوا اللي ما كانش في قلبكم حب ورحمه للتاني مع انكم اخوات. بس انا ذنبي ايه ان انتم الاربعه حبيتوني؟ قولي مين اللي اذى التاني يا سيف؟ انا ولا انتم اللي اذيتوني؟ انا واحده ملهاش اي ذنب في اللي انتم الاربعه وصلتوا ليه دلوقتي. بالعكس، اللي انت واخواتك الاربعه وصلتوا له دلوقتي بس انت يا سيف السبب فيه مش انا. سيف بغضب بعين حمرا مثل الجمر: انا مش كده يا افنان، وانا السبب فيه بالظبط يا مرات ابويا ها؟ سامعك قولي، انت برضه في حكم امي مش لسه مرات ابويا صح؟ افنان بغضب شديد قررت تخرج كل اللي في قلبها وهي متاكده ان سيف هيصحى ناسي كل كلمه هتقولها دلوقتي. فقالت بغضب وجع: لا مش صح يا سيف، انا لا مرات ابوك ولا امك ولا نيله. انا افنان البنت الغلبانه اللي جت تشتغل عندكم خدامه، وهي هربانه من النار عشان تدخل في نار غيرها، وهي ملهاش اي ذنب في النارين دول. وايوه يا سيف، انت السبب في كل ده. تعرف ليه؟ لانك برغم انك الاخ الكبير لكن عمرك ما حط اخواتك ولا حاولت تصاحبهم. كنت بتساعدهم، لكن مهما ساعدتهم يا سيف فانت برضه هتفضل اناني وحياتك لنفسك وبس. حطت الماضي عقبة في حياتك لا عرفت تتخطاه ولا عرفت تتعامل معاه. سألتني قبل كده، انا عرفت منين قصتك مع كندا؟ انا عرفتها من عمر اخوك، وعرفت انت قد ايه انجرحت، بس انت ما فوقتش من كسرتها يا سيف لحد دلوقتي، ولا هتفوق يا ابن الألفي. وهتفضل كده على فكرة، هتفضل جبان وضعيف، وأي مشكلة هتواجهها هتهرب منها بكل برود، لأن الجبن والضعف في دمك يا سيف. انت بتتعصب لكن أكتر الوقت مستسلم للأمر الواقع، وبتضيع كل أي حاجة بالشرب مع الستات الشمال. يا ترى بكده نسيت يا سيف لما نمت كل يوم في حضن واحدة؟ قدرت بكده تنسى اللي خدعتك زمان وتنساني كمان بالمرة؟ انت إنسان ضعيف يا سيف، ضعيف. فجأة سمتت أفنان على صفحة جامدة نزلت على وشها، كان السبب في وقعها على الأرض وخلى سيل من الدم ينزل من أنفها وفمها، وسيف بيبصلها بغضب جحيمي وكانت عروق بارزة بشكل مخيف. قامت أفنان من على الأرض بدموع وألم وقالت: انت كده بقيت راجل، انت كده دافعت عن نفسك قدامي، انت كده بقيت قوي. تعرف يا سيف، أنا ما ندمتش إني حبيت تاني بعد ما الحب كسرني زمان، بس حقيقي ندمانة إن يوم ما فتحت قلبي للعشق من تاني عشقتك انت يا ابن الألف. يا ريتني ما شفتك ولا جيت اشتغلت في فيلا الألفي. وسابته أفنان بدموع ولسه هتخرج من الأوضة، لكن سبقها سيف فجأة وقفل باب الأوضة بالمفتاح بغضب جحيمي، وفضل يقرب من أفنان بغضب مال عيونه، وأفنان بترجع للخلف بخوف وقالت بتوتر: سيف افتح الباب، سيف اقف مكانك وافتح الباب، عاوز امشي. سيف انا بكلمك على فكرة، رد عليا. سيف بشر مال عينه وهو مش فاعل اللي بيقوله ولا اللي بيعمله في المسكينة اللي كانت بصاله برعب. بقى أنا جبار وضعيف مش كده؟ بقى أنا أوريكي الإنسان الجبان والضعيف ده هيعمل فيك إيه يا أفنان؟ أما في فيلا الألفي كان آدم واقف في الجنينة بجنون بعد ما شاف أمينة بتركب العربية مع مصطفى الخولي، وهو هيتجنن من وقتها وقلب دي اللي طلعت معاه وراحت فين مع الراجل ده؟ يا ترى عاوز منها إيه البني آدم ده بالظبط؟ أنا هتجنن من كتر التفكير، والساعة بقت 12 بالليل ونهانم لسه ما جاتش. يا ترى كل ده فين وبيعملوا إيه؟ فجأة سمع آدم وقف عربية، فراح يشوف عربية مين، وكانت عربية مصطفى الخولي. ففتح مصطفى الباب لأمينة بلطف ومبتسم ليها، وقالت أمينة بتوتر: شكرا يا مصطفى بيه. مصطفى بابتسامة: بإيه بقى؟ مصطفى بس يا أمينة، وبتمنى تفكري كويس في كلامي وجي لردك في أسرع وقت، وصدقيني مش هتندمي. أمينة هزت راسها باختناق: إن شاء الله. ابتسم لها مصطفى وفضل واقف لحد ما أمينة دخلت الفيلا. فجي مصطفى يركب عربيته، لكن فجأة جه آدم وقال: مصطفى بيه. لف مصطفى قلب مكر: أهلا أهلا بيك يا باشمهندس، كنت بتمنى أشوفك من يوم حفلة خطوبة سيف بيه، أخبارك إيه؟ آدم بحدة: مش مهم، ممكن أعرف أنت عاوز إيه من أمينة؟ ناوي عليا يا مصطفى بيه؟ ابتسم مصطفى بتريقة وقال: هكون ناوي على إيه يعني يا باشمهندس؟ أنا ما فيش في نيتي حاجة وحشة بعد الشر. إيه اللي في نيتي؟ كل خير وقريب جدا، هتتأكد من ده بنفسك. آدم بغيظ: ولو قلت لك إني مش مرتاح ليك من أول لما شفتك هتقول إيه؟ مصطفى بلا مبالاة: والله أنت حر يا آدم بيه، أنا مجرد شريك والدك، ولو مش مرتاح لي براحتك، مش هجبرك ترتاح لي يعني. آدم بتهديد: طب بحذرك يا مصطفى بيه،
لو دماغك دي فيها حاجة ممكن تأذي أمينة أو تلعب عليها صدقني هتندم ندم شديد. وبلاش تواجهنا أنا يا مصطفى، لأن مش قد إنك تقف قدام آدم الألفي، فأحسن لك ابعد عن أمينة يا مصطفى بيه. ضحك مصطفى بشدة، وفجأة اختفت الضحكة وبدلت بوجه خبيث بنظرات مكيرة تمتلئ بالتحدي والشر. أحسن ليك أبعد أنت عنها يا آدم بيه، لأن أمينة هتكون ملكية خاصة، وأنا كراجل حر ما اسمحش لحد يكون حاطط عينه على ملكية خاصة مصطفى الخول يا آدم الألفي. سلام. وسابه مصطفى وركب عربيته ومشي، وآدم بيبصله بغضب شديد ودخل الفيلا. نرجع لعمر، نزل من العربية بغضب وقال: يا بنت مش تبص قدامك، أنا كنت أخبطك بالعربية دلوقتي لولا أنا وقفت على آخر ثانية. البنت بعياط: يا ريتك كنت خبطتني وريحتني من الدنيا دي كلها يا سيدي. عمر برفعة حاجب: ترتاحي انت يا اختي واروح انا في 60 داهية. وبعدين سيادتك بقى هربانة من فرحك ليه؟ البنت بصدمة: وانت عرفت منين اني هربانة من فرحي؟ عمر بسخرية: بتجري في فستان فرح ابيض تبقى طالعة من كتاب ألف ليلة وليلة مثلا ولا حاجة؟ ما كب المنظر ده تبقى هربانة من فرحك يا محترمة. البنت بغضب رفعت صباعها في وجهه: لو سمحت ما تغلطش، وبعدين وسع كده من طريقي لاني عاوزة امشي. عمر ببرود ومكر: ومن قالك اني هسيبك تمشي ان شاء الله؟ البنت بغضب: ومن قالك انه هقف ثانية معاك في مكان مقطوع زي ده؟ وسع من طريقي يا انت بدل ما اعمل من وشك شاورما. عمر بصلها من تحت لفوق بخبث: وطلعت القطة مخربشة كمان. طب كويس، انا برضو بحب النوعية دي من البنات، وهمشي بيك الليلة دي وهديك اللي تطلبيه يا قطة. فتحت البنت عينيها بدهشة: يا سافل يا وقح. وفجأة ضربت البنت بالقلم وجت تجري. راح عمر بسرعة مسكها وبحركة سريعة شالها على كتفه ورماها في العربية وهي عمالة بتصرخ باستنجاد: سيبني ياض، سيبني يا زبالة يا حيوان، والله لو ما سبتني لهوريك الويل. سيبني يالا احسن لك، بقولك سيبني سيبني. قفل عمر باب العربية بغيظ وركب مكانه. فجت البنت تخرج من العربية، راح عمر مخرج سلاحه وحط على وسط البنت وقلب غضب: اقسم بالله لو فتحت بقك تاني لكم مفضل رصاص المسدس ده كله فيكي، انت فاهمة؟ حطت البنت ايديها على بقها بخوف: والله ما انا متكلمة نص كلمة، بس بالله عليك نزل البتاع ده لان عندي فوبيا منه. بصلها عمر ببرود وحط المسدس. فجأة البنت تفتح باب العربية فقال عمر بتحذير: هاي، عاوزة انا انفذ تهديدي ولا ايه؟ ضربت البنت بايديها على رجلها بتوجس: خلاص مش نازلة، هي دي المصيبة السودا اللي وقعت نفسي فيها. بصلها عمر ببرود واتحرك بالعربية في طريقه للفيلا الخاصة بيه ومعاه البنت دي. في شركة عاصم الألفي كان عاصم قاعد على الأريكة وقدامه الدكتور، وكان بيديله حقنة المسكن في دراعه. وقال الدكتور: انت كده بتموت نفسك بالبطيء يا عاصم بيه، انت لازم تسافر تعمل عملية قبل ما القلب يتعب عن كده يا عاصم بيه. ريح عاصم أعصاب ايده بعد ما اداله الدكتور الحقنة وقلب تعب: صعب يا دكتور دلوقتي اسيب كل حاجة واسافر اعمل العملية، وانا مش ضامن انها هقوم منها عايش ولا ميت، وولادي وشركتي وكل حاجة محتاجة وجودي، يا اما كل اللي بنيته هيتدمر في يوم وليلة. الدكتور بتنهيده: وكل ده برضه هيتدمر في يوم وليلة وللأبد لو حصل لك حاجة بعد الشر يا عاصم بيه. كل ده محتاج لإيد من حديد يا عاصم بيه، وانت لو فضلت على الحال ده كتير ممكن يجرى لك حاجة، وقتها يكون موت وخراب ديار، وانت عالم باللي هيحصل بعد موتك يا عاصم بيه. فضل عاصم يفكر في كلام الدكتور باقتناع. ففجأة خبط الباب ودخل السكرتير: عاصم بيه، اسماعيل بيه في انتظارك بره يا فندم. عدل عاصم كم قميصه بسرعة وقال: اخرج ودقيقة ودخله. تمام يا عاصم بيه. وخرج السكرتير. فقام عاصم وهو بيظبط هدومه عشان يظهر قدام الكل بنفس الصورة، صورة عاصم الألفي القوي مش المريض. فقال الدكتور: أجل الكلام ده بعدين يا دكتور، وأوعدك إني هفكر في كلامك ده، بس دلوقتي اتفضل لأن عندي شغل. قام الدكتور بتنهيدة: تمام يا عاصم بيه، بتمنى تفكر بجد في كلامي ده، عن إذنك. وخرج الدكتور في نفس لحظة دخول إسماعيل للمكتب. فبص إسماعيل للدكتور باستغراب: هو الدكتور كان هنا ليه يا عاصم بيه؟ لو كنت تعبانة ولا حاجة؟ عاصم بتصنع قوة وراح ناحية مكتبه وقعد على كرسيه وبيقول: لا مش تعبانة ولا حاجة يا إسماعيل بيه، ده دكتور صديق ليا وعدى عليا بعد الشغل نشرب القهوة مع بعض وندردش شوية مش أكتر. إسماعيل برفعة حاجب: صديق جايلك بشنطة الإسعافات يمكن؟ المهم كنت عاوز أراجع معاك شوية أوراق خاصة بالصفقة الجديدة. تمام يا إسماعيل بيه، فين الأوراق؟ انشغل إسماعيل الحديد وعاصم الألفي في الشغل، وإسماعيل قاعد يفكر في سبب وجود الدكتور هنا، وهو شاكك إن عاصم مخبي حاجة ومش عاوز حد يعرف بيها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة. وما تنسوش اللايك للحلقة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكم إشعار بكل حلقة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.